طلاب حبايبي، طلاب سنه ثانيه اعدادي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنبدا نشرح اول درس عندنا في المنهج بعنوان النمو وتوزيع السكان في قارتي اسيا واوروبا. يعني اسيا واوروبا مكملين معانا الترم الثاني؟ مكملين معانا الترم الثاني. طيب، كل اسبوع هتلاقوا شرح الدرس موجود، وكمان تدريبات على الدرس، وكمان المفاجاه الكبيره اللي احنا هننزل حل التقييمات قبل ما يبدا التقييم نفسه. طيب، كل اللي طالبه منك ان انت تعمل ايه؟ تتابع معايا وان انت تركز من اول الدرس لغايه اخره. هنبدا النهارده مع اول درس عندنا في ثانيه اعدادي، وهو النمو السكاني في قارتي اسيا واوروبا. زي ما احنا اتعودنا في الترم الاول ان احنا كل اللي بنتكلم عنه هي قاره اسيا قاره اوروبا، فمش هنغير في الترم الثاني. وزي ما اتعودنا السنه اللي فاتت ان احنا كان اول درس عندنا برضو نمو السكان بس في افريقيا. السنه دي بقى احنا بنتكلم عن اسيا واوروبا، فبالتالي مش هنغير حاجه في الترم الثاني غير ان احنا برضو هنتكلم عن قاره اسيا وقاره اوروبا. اول حاجه خالص بنتكلم عنها هو عنوان الدرس. عنوان الدرس بيقول نمو وتوزيع. يعني معنى كده يا مستر اللي انت تقصده ان انا في الاول خالص هتكلم عن نمو السكان. يعني ايه كلمه نمو السكان؟ قال لي نمو السكان دي نقسمها. كلمه نمو يعني بيكبر، مش يقول لك ايه ينمو الطفل بيكبر، تمام؟ فالنمو السكان هو زياده عدد السكان. يبقى تعريف كلمه نمو السكان هو زياده في عدد ايه؟ السكان. والجزء الثاني من عنوان الدرس وتوزيع. يبقى انا معنى كده هتكلم عن النمو الاول في قاره اسيا وفي قاره ايه؟ اوروبا. وبعد كده هبدا اتكلم بقى على توزيعهم، هم متوزعين ازاي سواء في قاره اسيا او في قاره اوروبا. فنيجي اول حاجه عندنا لازم نكون عارفينها، النمو السكاني ده لما هاجي اتكلم عنه انا محتاج اعرف اني اكتر قاره في العالم فيها سكان. فلقيت ان قاره اسيا فيها سكان اكتر قاره عندي في العالم فيها سكان هي قاره اسيا. طب قاره اسيا دي فيها قد ايه؟ قال لي فيها اكتر من نص سكان العالم. يبقى قاره اسيا هي واخده المركز الاول في عدد السكان لان فيها اكتر من نص سكان العالم. وكلام في سرك فيها حوالي 60%، ما تقولش لحد، ماشي؟ يبقى انا عندي سكان قاره افريقيا، سكان قاره اسيا بيحتلوا المركز الاول في عدد او في تعداد السكان. ليه؟ لان فيها اكتر من نص سكان العالم. طب بالنسبه بقى يا مستر، بما ان فيها اكتر من نص سكان العالم، ايه اكتر دول موجوده جوه اسيا فيها سكان؟ اقول لك انا عندي اللي بتاخد المركز الاول سواء على مستوى افريقيا، سواء على مستوى اسيا او على مستوى العالم، هي دوله الهند. يبقى الدوله اللي خدت المركز الاول عندي سواء على مستوى اسيا او على مستوى العالم هي دوله ايه؟ الهند. طب اللي خدت المركز الثاني؟ قال لي مفيش غيرها، هي الصين. يبقى انا عندي الصين بتاخد المركز الثاني على مستوى اسيا والعالم، والهند بتاخد المركز الاول على مستوى اسيا والعالم برضه. طب بما اننا اتكلمنا كده في اسيا، طب اوروبا ايه؟ مش جايه معانا في حاجه ولا ايه؟ اقول لك لا طبعا اوروبا لازم هتيجي. فاوروبا عندي بقى بتاخد المركز الثالث. طب ليه بتاخد المركز الثالث يا مستر؟ اقول لك عشان فيها اقل من عشر سكان العالم. اقل من عشر سكان العالم، فبالتالي هي راحت واخده المركز الكام؟ الثالث على مستوى قارات العالم. طب ماشي يا مستر، طب اكتر دوله جوه اوروبا فيها سكان، وهنا هتكلم جوه اوروبا بس وما ينفعش اقول على مستوى العالم. يبقى جوه اوروبا اكتر دوله واللي خدت المركز الاول هي روسيا الاتحاديه. طب المركز الثاني اقول لك وانا مغمض المانيا. يبقى انا عندي كده المركز الاول خدته روسيا الاتحاديه، المركز الثاني وده اللي خدته دوله ايه؟ المانيا. ده كده من حيث عدد السكان واني اكتر قاره فيها سكان واني اكتر الدول في كل قاره فيهم. طب لما نيجي بقى للجزئيه الثانيه، تطور عدد السكان. يعني ايه يا مستر تطور عدد السكان دي؟ قال لي احنا هنجيب فتره زمنيه معينه نثبتها ونشوف ايه اللي حصل في الفتره دي. هل عدد السكان زاد ولا عدد السكان قل؟ ونسبه الزياده بتاعتها كانت كام؟ فلما نيجي نبص على النقطه دي، قال لي اول حاجه هنتكلم عنها هي قاره اسيا. وجينا ثبتنا تاريخ من 1950 ل 2025. خلال ال 75 سنه دول ايه اللي حصل في السكان هناك؟ قال لي السكان تضاعفت بنسبه 250%. يعني ايه يا مستر 250% دي؟ احنا متعودين اقصى حاجه تبقى 100%. اقول لك لا، التضاعف اللي جاب 250% ده حصل ازاي؟ يعني سنه 1950 لو قاره اسيا فيها مليون، سنه 2025 بقى فيها 2 مليون ونص. فبالتالي هي تضاعفت مره واثنين ونص، فبالتالي يبقى تضاعفت كام؟
250%. يبقى قاره اسيا تضاعفت بمعدل 250 ايه في المية. يا مستر الكلام اللي انت بتقوله ده انا مش مصدقه، عايزك توريهوني على رسم بياني. اقول لك تعالى نشوفه مع بعض. عند سنه 1950 كان ده كده التعداد السكاني اللي موجود في قاره اسيا، كلام يحترم. سنه 2025 بقى التعداد السكاني كده، فبص فرق المسافه قد ايه؟ قال لي المسافه زادت بمعدل 250%. كلامك يا مستر زي الفل وانا ارتضيت بيه يا باشا. نكمل. يبقى انا عندي قاره اسيا عدد السكان فيها من 1950 ل 2025 زاد بمعدل 200 او تضاعف بمعدل 250%. طيب ماشي، طب بالنسبه لاوروبا انا سامع ان الدنيا عندهم حلوه. اقول لك حلوه في كل حاجه الا السكان. ليه؟ اقول لك عشان عدد السكان اللي موجود في قاره اوروبا في نفس الفتره تضاعف بنسبه 35% بس. يا نهار ابيض، ده فيش 35%، ده يعني حاجه بسيطه كده. اقول لك فعلا، وهي هنا في 2000، هنا في 1950، ودي كانت النتيجه في 2025. الزياده قليله جدا، 35%. 35 ايه في المية. طب لما نيجي نشوف بقى يا مستر ايه هي الاسباب اللي بتاثر عندي في نمو السكان؟ اقول لك ده احنا حافظينها من زمان، من واحنا صغيرين في سنه 6 ابتدائي كنا عارفينها. بمعنى انا عندي سببين هم دول اللي بيأثروا عندي في النمو السكاني. اول سبب الزياده الطبيعيه، اللي انا بشوف اتولد قد ايه ومات قد ايه واطرح الاتنين من بعض، يبقى كده دي ايه؟ الزياده الطبيعيه. طب تاني سبب اقول لك الهجره. طب نبدا بقى يا مستر باول سبب زي ما انت قلت، الزياده الطبيعيه. لما جينا نبص على معدلات الزياده الطبيعيه في قاره اسيا لقينا ان معدل المواليد 15.2. بس قبل ما نتكلم على المعدلات جوه القارات، انا عايز اعرف المعدل العالمي اللي قارات العالم دول بالصلاه على النبي ماشيين عليه كام يا باشا؟ قال لي المعدلات العالميه للمواليد، المعدل العالمي 17 في الألف. يبقى المعدل العالمي للمواليد، المعدل اللي ماشي على كل قارات العالم كام؟ 17 في الألف. طب في قارة آسيا؟ قال لي لا، ده في قارة آسيا يدوب 15.2، يعني أقل من المعدل العالمي. حاجة تحترم، محدش فينا معترض عليها. طب في معدل الوفيات؟ قال لي معدل الوفيات العالمي اللي المفروض ماشي عليه كل قارات العالم 7.6. طب في قارة آسيا يا مستر 7.4. يبقى أنا عندي المعدل العالمي سواء للمواليد أو للوفيات معدل قارة آسيا قريب منه. ليه؟ هنا 17 مواليد ده المعدل العالمي. طب في آسيا طلع 15.2، يعني قريب، الفرق حوالي 1.8. وهنا النسب بنتكلم عليها في الألف مش في المية. هنا النسب في إيه؟ في الألف مش في المية. تمام؟ طب معدل الوفيات، المعدل العالمي 7.6. طب في آسيا 7.4. فلما يجي يقول لي تقترب معدلات المواليد والوفيات في قارة آسيا بالمعدل العالمي، أقول له صح. تبتعد، غلط. يبقى أنا عندي المعدلات في آسيا سواء مواليد أو وفيات قريبة من المعدل العالمي. نتيجة لكده قال لي إن النمو أو الزيادة الطبيعية في قارة آسيا بقت نسبتها كام؟ 7.8. يبقى نسبة الزيادة الطبيعية في قارة آسيا 7.8. جبتها ازاي؟ اخد ال 15.2، نيجي هنا اهو ادي 15.2، هطرح منهم نسبة الوفيات او معدل الوفيات اللي هو 7.4. الاتنين في الاخر هيدوني 7.8. يبقى معدل الزيادة الطبيعية في قارة آسيا 7.8 في الألف برضه. طب دي كده يا مستر بالنسبة لقارة آسيا. طب في قارة أوروبا إيه النظام؟ قريبة برضه من المعدل العالمي؟ أقول لك بالعكس، ده أوروبا خرباها. ليه يا مستر؟ أقول لك أصل معدل المواليد في قارة أوروبا قليل. ليه يا مستر؟ أقول لك أصل هم هناك معدل المواليد عندهم 10 في الألف، يعني بينه وبين المعدل العالمي 7 في الألف بحالهم، ودي مصيبة كبيرة. طب يا مستر يبقى أكيد بقى قريبة في معدل الوفيات. أقول لك ما شاء الله عليهم في الوفيات ما عندهمش يوم مرحميني، تحس إن هم قاعدين طول اليوم بيصوتوا ويلطموا هناك.
ليه يا مستر؟ اقول لك اصل معدل الوفيات عندهم 11.4 يا نهار اسود، والمعدل العالمي 7.6، يعني معنى كده ان قاره اوروبا مرتفعه في معدل الوفيات ومنخفضه في معدل المواليد. اقول لك صح، وده خلى الزياده الطبيعيه في قاره اوروبا بالسالب، يعني اللي بيموت اكتر من اللي بيعيش، والنسبه بقت 1.4 سالب، بقت سالب 1.4. ده نسبه او معدل الزياده الطبيعيه في قاره اوروبا. يبقى المعدل في اسيا بالموجب، لكن المعدل في اوروبا بالسالب، لان عدد الوفيات اكتر من اللي بيتولد. نيجي بقى لشويه تنبيهات. ايه هي؟ قال ان عندي في قاره اوروبا من منتصف القرن العشرين لحد بدايه القرن الواحد 21 اتسمت هناك اوروبا بايه؟ بانخفاض في معدل المواليد ومعدل الوفيات. بمعنى يعني عندي وفيات قليله وعندي مواليد قليله. النتيجه اللي ترتبط على كده ايه؟ اول حاجه الزياده الطبيعيه قلت، فيبقى اول نتيجه انخفاض الزياده الطبيعيه. طب ورقم 2 حدوث استقرار سكاني. ليه؟ الناس ما بتتخانقش، الناس ما فيش اعداد كبيره، فبالتالي بقى عندي جوه الدوله استقرار سكاني. ماشي؟ طب نبدا بقى في الاواني الاخيره مع بدايه القرن ال21 لحد سنه 2025 استمر الانخفاض في معدل المواليد، والسبب في كده لاربع حاجات، شويه البنات هتعجبهم وشويه هيرفضوه. طب اول حاجه قال لك تاخر سن الزواج. يبقى اول سبب ادى ان عندي في قاره افريقيا في قاره اوروبا معدل المواليد ينخفض هو التاخر في سن الزواج. رقم 2 ارتفاع مستوى التعليم. تلاقي هناك الواحده ولا الواحد يخلص ما شاء الله عليه، يخلص جامعته يقول لك ايه؟ مش مرتاح. عايز ايه؟ واحد دبلومه. خدت الدبلومه بقى نتجوز. مش مرتاح. عايز ايه؟ تمهيد ماجستير. تمهيد الماجستير بقى نتجوز. مش مرتاح. عايز ايه؟ ماجستير. خدنا الماجستير. بعد كده تمهيد دكتوراه. ماشي. دكتوراه. حضرتك فاضل 3 ايام وهتموت، ما مش ناوي تتجوز معانا؟ مفيش اي حاجه منك. تمام. فبالتالي عندي هنا في قاره اوروبا ارتفاع مستوى التعليم كان من ضمن اسباب انخفاض معدل المواليد. رقم 3 انه هناك ادوا للمراه الحق ان هي تشارك في سوق العمل، حق ان هي تنزل وتشتغل بنفسها. وبما ان عندنا الست يعني كائن يعني حول الله يا رب، بما ان عندنا ست طيبه وكده، فهي لما بتنزل تشتغل بتحس بذاتها. تمام. فتقول لك خلاص بلا رجاله بلا قرف. استغفر الله العظيم يا رب. بعد كده تفضيل الاسر صغيره العدد. لما نيجي نبص نلاقي ان في قاره اوروبا كانوا بيفضلوا الاسر اللي عددها قليل. تمام. الاسره اللي هي مثلا مكونه من زوج وزوجه وابن، زوج وزوجه وابنين، اكتر من كده ممكن يعلقوه هناك. فكانت بتمشي ايه؟ بالحب كده، لان هم بيفضلوا الاسر اللي عددها ايه؟ قليل. طب نيجي بقى نشوف ارتفاع معدل الوفيات. طب معدل الوفيات في قاره اوروبا يرتفع ازاي يا مستر؟ ما خلينا نتكلم بالعقل برضه. ده قاره فيها المانيا، انجلترا، فرنسا، يعني فيها اكبر دول في العالم من الناحيه الطبيه، وناس كده بتهتم بالطب وبتهتم بصحه البني ادم. ازاي تقول لي عندهم ارتفاع في معدل الوفيات؟ اقول لك علشان في هناك في اوروبا نسبه كبار السن كبيره، يعني العدد بتاع كبار السن نسبتهم كبيره جدا، فمع الزياده دي البني ادم لما يكبر في السن قوي هيموت مهما عمل. فبالتالي مع ارتفاع نسبه كبار السن زاد معدل الوفيات. يبقى معدل الوفيات هنا في قاره اوروبا زاد بسبب ارتفاع نسبه كبار السن. نيجي بقى هنا مع التناقص اللي احنا لقيناه في السكان بتوع قاره اوروبا في الاواني الاخيره، قاره اوروبا قالت لك بس ده انا كده خلاص، ده انا شويه كمان وهنقرض، مش في حد قاعد عندي. بدات تعمل ايه؟ تشجع المواطنين على زياده معدل المواليد. ما تخلفوا فيها ايه يعني؟ الارض موجوده عندنا، الفلوس ما فيش اكتر منها. وبدات ان هي تساعد الناس مساعدات ماليه للاسره. خلف طفل وخد $100،
خليهم 2 وخد 500 وهي كده كده شغاله وبترزق مالكش دعوه. يبقى انا عندي هنا بدات الدول الاوروبيه في الاوان الاخيره، في الفتره الاخيره، ان هي تشجع المواطنين على ارتفاع معدل المواليد عن طريق تقديم المساعدات الماليه. طب تاني حاجه، فهي لما تخلفي لك عيل وتاخدي لك 6 شهور كده تربيه ولا حاجه ولا 3 سنين، ما حدش هنا معترض يعني. منح الامهات اجازات طويله لرعايه الاطفال. يبقى عندي هنا هم شجعوا عن طريق اول حاجه ان هم بداوا يدوا للاسر مساعدات ماليه، خلف طفل خد فلوس، خلف 2 تاخد اكتر. وتاني حاجه انه بداوا يشجعوا الامهات عن طريق ان هم يعملوا ايه؟ يخلوا الام تاخد اجازات طويله. طبعا الاجازات دي بتبقى مدفوعه الاجر، يعني مفيش حاجه على حسابي، تمام؟ وتاخد اجازات لمده طويله علشان تقدر ان هي ايه؟ تراعي اطفالها او ابنائها. نيجي بقى بعد كده نتكلم عن حاجه كانت موجوده عندنا السنه اللي فاتت، نظريه التحول الديموغرافي. نظريه التحول الديموغرافي وليس الديمقراطيه، دي حاجه ودي حاجه ثانيه خالص. نظريه التحول الديموغرافي قال ان قاره اسيا في الوقت الحالي هي في المرحله الثالثه منها. طب وقاره اوروبا؟ قال لي في المرحله الرابعه وعلى وشك دخول المرحله الخامسه. يبقى انا عندي قاره اسيا في المرحله الثالثه، قاره اسيا في المرحله الكام؟ الثالثه، واوروبا في المرحله الرابعه وداخله على المرحله الخامسه. ده في نظريه التحول الديموغرافي. نيجي بقى بعد كده للزياده غير الطبيعيه اللي احنا قلنا عليها من شويه، ايه؟ الهجره. طب الهجره عندي يا مستر عباره عن ايه؟ انتقال الشخص من مكان لمكان اخر. والهجره هنا سواء في اسيا او في اوروبا هيبقى ليها دور مهم. ليه؟ لان الاثنين هتبقى هجره وافده، الناس اللي بتسيب قاراتها وهتسافر لقاره اسيا او هتسافر لقاره ايه؟ اوروبا. طب هي قاره اسيا دي فيها حاجه حلوه عشان اسافر لها؟ اقول لك قاره اسيا الناس بتهاجر ليها بحثا عن فرص العمل، خاصه في دول الخليج. يبقى انا عندي الناس بتسافر لاسيا خاصه لدول الخليج بحثا عن فرص عمل، تمام؟ طب السنه اللي فاتت كده يا مستر كنت بتقول لنا ان في حته كده اسمها هجره غير شرعيه. هي ايه الهجره غير الشرعيه دي عشان احنا نسيناها؟ اقول لك انتقال الفرد من بلد لبلد اخرى بشكل غير قانوني، سافر من بلد لبلد تانية بشكل غير قانوني او غير رسمي، تمام؟ دي كده اسمها هجره غير شرعيه. طب اسيا واوروبا فيها هجرات غير شرعيه؟ اقول لك ما تعدش. طب بيروحوا منين؟ اقول لك قاره اسيا بيروح لها مهاجرين غير شرعيين عن طريق دولتين، دوله الصومال واثيوبيا. دوله الصومال ودوله اثيوبيا، لان دول بيطلوا على خليج اسمه خليج عدن اللي منه بدخل على طول على اليمن، ومن اليمن بكمل طريق على قاره اسيا. يبقى انا عندي الدولتين اللي الهجره غير الشرعيه بيدخلوا منها لقاره اسيا هي دوله اثيوبيا ودوله الصومال عن طريق خليج عدن، ومن خليج عدن بيدخلوا لدوله اليمن، ومن اليمن يبداوا ياخدوا طريقهم على فين؟ على قاره اسيا. طب بالنسبه لاوروبا بقى بتشجع الهجره والكلام ده؟ اقول لك الناس بدات ان هي تهاجر لاوروبا، واوروبا نفسها بتشجع على الهجره اليها عشان تزود عدد السكان. طب ليه الناس تحب تسافر لاوروبا بالتحديد؟ اقول لك اول حاجه بحثا عن فرصه عمل، تاني حاجه للدراسه واقامه الابحاث، وتالت حاجه للجوء. ايه اللجوء دي يا مستر؟ اقول لك اللجوء السياسي، تمام؟ الناس اللي بتبقى معارضين لانظمه الحكم في بلدها ياخد بعضه ويروح واخد بعضه بطياره على اي دوله من دول اوروبا وينزل هناك ويعتبر نفسه ان هو لاجئ سياسي. الدول الاوروبيه بقى بتمنحه الحمايه، ان هي مسؤوله عن حمايته. يبقى انا عندي الدول الاوروبيه الناس بتهاجر ليها لثلاث اسباب، يا اما بحثا عن فرصه عمل، يا اما هتسافر ليها للجوء السياسي والامني، يا اما لإقامة الأبحاث والدراسة. طيب ماشي يا مستر، طب هل بقى قارة أوروبا نفسها برضه فيها هجرة غير شرعية؟ أقول لك الناس بتهاجر لقارة أوروبا هجرات غير شرعية. طب بيروحوا فين؟ أقول لك أكتر دولتين في قارة أوروبا بتتهدد بالهجرة غير الشرعية هي إيطاليا واليونان. إيطاليا واليونان، وفيهم 3/4 المهاجرين غير الشرعيين اللي دخلوا قارة أوروبا.
يبقى 3/4 المهاجرين غير الشرعيين اللي دخلوا لقاره اوروبا دخلوا في دولتين اللي هم مين ومين؟ اليونان وايطاليا. اليونان وايه؟ وايطاليا. يعني ايه يا مستر 3/4 دي؟ اقول لك يعني كل 4 مهاجرين غير شرعيين فيهم 3 دخلوا ايطاليا واليونان، والرابع شاف له اي دوله غيرها. طب يا مستر المهاجر غير الشرعي ده هل بيقابله مخاطر؟ يعني بيقابله مشكلات؟ اقول لك المشكلات اللي بتقابله او النتيجه اللي بتترتب على الهجره غير الشرعيه دي ان هو يا اما بيغرق في البحر، يا اما بيقدروا القراصنه والسفن الكبيره ان هي تقبض عليه ويبقى وقع في اسر تجار البشر. يا اما بقى يبيعوا قطع اجهزه، يبيعوا قايم زي ما هو على بعضه عبد وبترزق في الاخر يعني. طيب احنا كده يا مستر اتكلمنا على نص الدرس اللي هو نمو السكان جوه قارتي اسيا واوروبا. طب هنتكلم يا مستر بعد كده على ايه؟ اقول لك بقى توزيع السكان. السكان متوزعين فين؟ يعني كل حته كده فيها مين موجود، وبيتركزوا فين، وبيقلوا فين، ويتوسط تركيزهم فين. نيجي نبدا بمناطق تركز السكان. السكان بتتركز عندي فين؟ قال لي بما ان احنا كل حصه او من اول الحصه بنتكلم عن قاره اسيا، يبقى انا برضو لازم ابدا في الاول بتركز السكان جوه قاره اسيا. طب السكان هتتركز عندي في اسيا فين؟ قال لي اول مكان السهول الفيضيه. ده اول مكان السكان هتتركز فيه عندي في قاره اسيا هي السهول الفيضيه، زي سهول نهر الينجستي، تمام، وعندي سهول نهر الجنج. يبقى انا عندي اول حاجه السكان هتتركز فيها هي السهول الفيضيه، وخدناها السنه اللي خدناها في الترم الاولاني سهول نهر الينجستي، وعندي سهول نهر ايه؟ الجنج. تاني مكان بيتركز فيه السكان في قاره اسيا هي الجزر. طب كل الجزر؟ اقول لك لا، بعض الجزر. طب اشمعنى يا مستر بتركزوا في الجزر دي؟ اقول لك بسبب خصوبه التربه، فبالتالي هتقوم فيها الزراعه، زي جزيره اسمها جزيره جاوا، وتاني حاجه جزر اليابان. طب في مناطق تاني بيتركز فيها السكان او الكثافه السكانيه فيها مرتفعه؟ اقول لك تالت مكان واخر حاجه معانا في قاره اسيا من حيث الكثافه السكانيه العاليه هو المناطق الصناعيه اللي موجوده في شرق وفي جنوب شرق ايه؟ اسيا. طب ماشي يا مستر كده كويس، يبقى احنا كده عرفنا ان انا عندي 3 اماكن في قاره اسيا فيهم كثافه سكانيه مرتفعه. اول حاجه السهول الفيضيه، تاني حاجه الجزر، وتالت حاجه المناطق الصناعيه. طب في قاره اوروبا برضو فيها كثافه مرتفعه؟ اقول لك موجوده في السهول الفيضيه زي سهل اوروبا العظيم، وموجوده في المناطق الصناعيه اللي موجوده في غرب اوروبا. يبقى قاره اوروبا كده سهل اوروبا العظيم كثافه سكانيه مرتفعه، مدن الصناعيه في غرب اوروبا كثافه سكانيه مرتفعه. طب الكثافه السكانيه المتوسطه بقى دي موجوده فين؟ قال لي موجوده في بعض مدن جنوب شرق اسيا. يبقى انا عندي كده جنوب شرق اسيا كثافه سكانيه مرتفعه، لكن بعض المدن منها كثافه سكانيه ايه؟ متوسطه. طب وتاني حاجه قال لي دي بقى موجوده في اوروبا في الوسط والشرق. يبقى مناطق وسط وشرق اوروبا هي اللي فيها الكثافه السكانيه متوسطه. طب في بقى كثافه سكانيه منخفضه او نادره؟ اقول لك المناطق الشماليه سواء في اسيا سواء في اوروبا منخفضه الكثافه السكانيه او نادره. ليه؟ لثلاث اسباب. اول حاجه بروده، تاني حاجه ان الجليد هناك او هي بتكون متجمده معظم شهور السنه، وتالت حاجه صعوبه المواصلات. يبقى انا عندي 3 اسباب خلوا قاره او الاجزاء الشماليه من قاره اسيا وقاره اوروبا يقل فيها السكان. ايه؟ اول حاجه شديده البروده، تاني حاجه التربه المتجمده، تالت حاجه صعوبه المواصلات. طب ايه المناطق اللي احنا بنتكلم عنها اللي في الشمال دي؟ قال لي عندي سهول سيبيريا، ودي طبعا اللي احنا خدناهم قبل كده اللي قلنا فيهم 3 انهار متجمدين اوب ويانسي ولينا، وعندي شبه جزيره اسكندنافيا. يبقى عندي في قاره اوروبا شبه جزيره اسكندنافيا، تمام. في قاره اسيا سهول سيبيريا. طيب تاني مكان بيقل فيه الكثافه السكانيه او بتكون نادره هي المناطق الجبليه والهضبيه، والسبب هنا بيكون وعوره السطح، ان السطح هناك وعر صعب ان انا اعيش عليه. طب تالت مكان بيقل فيه الكثافه السكانيه برضو قل المناطق الصحراويه. يبقى تالت مكان المناطق الصحراويه بسبب الجفاف
ندرة المية وصعوبة الطقس. يبقى عندي في قارة آسيا وقارة أوروبا المناطق الصحراوية هيبقى فيها جفاف، فيها ندرة مية، صعوبة في الطقس، وبالتالي إلا في السكان. ودي طبعا موجودة في قارة آسيا في منطقة إيه؟ شبه الجزيرة العربية، شبه الجزيرة العربية. طب لما نيجي نبص بقى، بيقول لي آخر حاجة أو يعتبر الحاجة اللي قبل الأخيرة اللي هنتكلم عنها هي مشكلات السكانية في قارة آسيا وقارة أوروبا. المشكلات السكانية هناك نوعين، يا إما عندي مواليد كتير ووفيات قليلة فعاملة لي مشكلة، يا إما عندي وفيات كتير ومواليد قليلة فعاملة لي مشكلة. هنتكلم عن المشكلة الأولى إن دي اللي موجودة وبوفرة في قارة آسيا أو في مناطق كتير في قارة آسيا، اللي هي زيادة في عدد السكان وإلا في الوفيات، اللي هي موجودة فين؟ في الصين. لما جينا نبص الزيادة أو المشكلة اللي موجودة في دولة زي دولة الصين، إن عندي نمو سكاني بيتزايد وارتفاع في الكثافة السكانية، نتيجة لكده في الصين إيه اللي حصل؟ قال لي يا باشا الزيادة السكانية دي لازم يجي معاها 4 زيادة. أقول له إيه ال4 زيادة دي؟ ما تتكلم عادل، إيه ال4 زيادة دي؟ قال لي بالراحة بس يا مستر، أول حاجة بتجيلي زيادة في الطلب على المياه العذبة. ما هو عدد السكان كل ما يزيد كل ما يبقى عايزين يشربوا مية أكتر. أقول له طب ماشي، طب إيه الزيادة التانية؟ يقول لي زيادة على مصادر الطاقة. ما هي الناس دي لما هتزيد عايزين فرص عمل، فعايزين مصانع، والمصانع عايزة مصادر طاقة عشان تشتغل والدنيا تدور. فبالتالي أنا بقيت عندي تاني زيادة الطلب على مصادر الطاقة. رقم 3 عندي في الزيادة هي زيادة الطلب على الغذاء والمسكن. يبقى رقم 3 عندي في الزيادة زيادة الطلب على الغذاء والمسكن، محتاج أكل كتير ومحتاج بيوت كمان إيه؟ أسكن فيها. وآخر زيادة الهجرة من الريف إلى المدن. ليه؟ المدن فيها خدمات أكتر، فيها وظائف أكتر، فيها فرص عمل أكتر، فيها مرتبات أعلى. إيه اللي هيخلينا أقعد في الريف؟ ما ناخد بعض ونروح المدينة. فبالتالي مع زيادة الكثافة ونمو السكان زي دولة الصين، النتيجة اللي ترتبت على الزيادة دي ادتني معاها كام زيادة؟ 4 زيادة. 1 زيادة الطلب على المياه العذبة، 2 زيادة الطلب على مصادر الطاقة، 3 زيادة الطلب على الغذاء والمسكن، ورقم 4 زيادة الهجرة أو الانتقال من الريف إلى المدن. طيب نيجي بعد كده ونشوف الجهود اللي عملتها الدولة. قال لي الدول بدأت إن هي تعمل جهود، أو إن قارة آسيا وقارة أوروبا بدأت تعمل جهود علشان تحل مشكلة الزيادة السكانية، والهدف من كده تحقيق التوازن ما بين النمو والموارد المتاحة. يعني أحاول إن أنا أخلي النمو السكان ماشي مع الموارد المتاحة عندي، ولا يبقى كتير ولا يبقى قليل. طب تاني حاجة تحسين خصائص السكان. تحسين خصائص السكان، حياة الإنسان نفسها هبدأ إن أنا أحسنها. طب نشوف الدول بدأت تحل مشكلتها إزاي. قال لي عندي بعض الدول اللي بتواجه مشكلة في زيادة أعداد كبار السن، زي دولة فرنسا، زي دولة إيطاليا، يابان، كوريا الجنوبية. بدأوا في الأول إنه يعتمدوا على التكنولوجيا أكتر من الاعتماد على الإنسان. يبقى بدأوا في الأول الاعتماد على التكنولوجيا ويقلل الاعتماد على القوى البشرية. أستخدم بقى الروبوت، أستخدم الأجهزة التكنولوجيا الحديثة، تمام، وبدأ أقلل استخدامي للعنصر البشري. طب تاني حاجة قال لي رفع سن التقاعد. المعاش عندنا احنا هنا في البلد بنقول عليه معاش، تمام، رفع سن التقاعد تدريجيا من 60 62 64 مرة واحدة كده على طول، تمام. يبقى عندي رفع سن التقاعد تدريجيا. طب يعني ايه سن التقاعد يا مستر؟ قال لي ده العمر الذي يسمح فيه للعمال بإنهاء خدمتهم الوظيفية، وغالبا ما يقلش عن 60 سنة، تمام. طيب بعد كده قال لي كمان ان هم بدأوا يشجعوا على الهجرة للدول اللي بتتعرض للنقص في القوى العاملة. بمعنى ايه يا مستر؟ يعني دلوقتي تلاقي في بعض ما تيجي تشتغل عندنا او تعالى شوف فرصة شغل عندنا وهنديك مرتب وكمان هديك الجنسية. فابدأ ان انا اعمل زي عروض عشان ابدأ اجذب المهاجرين ان هم يجوا ايه عندي. طب انت استفدت ايه؟ ده انت دفعت فلوس بس قدرت استغل الموارد اللي مركونة عندي ومش قادر استغلها. رقم 4 قال لي تقديم الحوافز سواء المادية او الاعفاء من الضرائب للاسر
اللي تنجب اعداد اكبر بالاطفال. عارف انت دلوقتي خلفت واحد $200، خلفت اثنين $400، خلفت ثلاثه $1000، فابدا ان انا احفزهم ان هم يخلفوا اكتر عشان هتاخد فلوس اكتر. طب نيجي بقى للدول اللي عندها مشكله في زياده عدد السكان، عندها مشكله ان هي بتعاني من النمو، زي الصين، الهند، اندونيسيا. قال لك اول حاجه بتقدم نفس الحوافز الماليه بس عشان تقلل الانجاب. الصين يقول لك تخلف الواد الاول حبيبي وصاحبي وكفاءه. ليه يا باشا؟ يقول لك اصل الواد الاول ده انا هربيه لك على حسابي، ده الحكومه هي المتكفله تجيب له لبس، اكل، شرب، مدارس، شكرا. يتعالج على حساب الدوله. حاجه زي الفل. خلفت عيل تاني بتاعك شيله انت. يعني ايه؟ يقول له يا باشا انت بتخلف العيل التاني انت مسؤول عنه في كل حاجه، تجيب له اكل، تجيب له شرب، لبس، مدارس، اي حاجه يا باشا على حسابك، ولو عيا هتروح تعالجه على حسابك. ولما بتخلف الواد التاني بنديك انذار، لو جبت التالت هتتحبس، ولو ربنا اراد وجبت التالت مبروك عليك خدت معانا حبس. يبقى انت كده خدت 3 عيال وسجن، حاجه زي الفل ما شاء الله عليهم. تمام. بناء وحدات صحيه. طب الوحدات الصحيه دي عشان يعالجوا فيها الناس؟ قال لي لا، ده علشان يوفروا فيها وسائل تنظيم الاسره، علشان يبداوا يقللوا من عمليه الانجاب او ايه؟ الخلفه. رقم 3 التخطيط العمراني المستدام. يبداوا ان هم يخططوا المدن اللي بيبنوها جديده بشكل مستدام للاستفاده من كل مكان وكل الموارد المتاحه ايه فيها. واخر حاجه انها بدات توعي الافراد بخطوره الزياده السكانيه. بدات توعي الافراد بخطوره الزياده السكانيه. كده ده كان اول درس معانا في تانية اعدادي دراسات وهنفهمها. هتوحشوني قوي.